اخطيونا، اخطيو البالون، اخطيو البالون، اخطيو البالون. ليه على الدولة عندها تدخل باسكو رانا رايحين للحيط. افتح تحقيق وتجي ما يدخلوهمش للحبس، ما يباتوش حبس في العنف الذي صار جزءا من ملاعبنا في كرة القدم. لماذا؟ لأننا صرنا لا نعي قال لك صغيور قدام العلم تاع الأورجواي، بصح ما شفتوش واش صرا قبل ما العلم شفتو صغيور. صرا قيموا الجزائر في إيطاليا بواش برئيسها ربي يرحمه رئيسنا كلنا زروال. ليه على بالكمش علاه نقول لكم علاش؟ هذاك العلم كان صغير وانتم صفحات يهضروا ويضحكوا وعلمهم صغير. الجزائر شامخه كبيره، روح ادخل جوجل واكتب عالم صغير ايام حداد واش معناتها باش تتعلم. هذه كي كنت صغير كنت نعرفها، انا كي كنت صغير كنت نعرفها. تاع الجزائر اهانه، بعثوا لي يعني يقول لك مدربين اخصائيين في الرياضه، يعني الناس اللي نعرف والله الواتساب ما حبش باك بو يبعثوا لي ميساج اهانه قالوا لي للجزائر. اعلام يا جد هذاك يا صادي، اعلام ما قدرتش تديه معك اعلام نورمال. اعلام تاع الارجنتين كيما راكم تشوفوا في الصوره اللي هنايا كبير، والاعلام تاع الجزائر قازم. ما عندكمش علامات يا وجه البخس، يا وجه البخس يا صادي يا وزير، يا وجه البخس. داروك وزير زعما يقول لك انا على بالي، حطوك رئيس اتحاديه. دوك نحكي في الموضوع هذا، وزادوا لك وزير باش يعطوا لك كيما نقولوا الحمايه، يعطوا لك كيما نقولوا واش يسموها المناعه. واش راح نقول لك كي تشوف علام تاع بلادك هاك مقزم صغير وتشوف علم تاع الارجنتين كي تروح تلعب في تيزي وزو في بلادنا اللي احنا نعرفوا العلم تاع الجزائر تاعنا، صح ولا لا؟ يديروا لك اعلام في تيزي وزو برك، روماركيها كاع يديروا لك اعلام يغطي كاع الملعب. امور سياسيه هذاك الاعلام كاع خدمتوه باش ديروا في تيزي وزو وامام العالم، باش تروحوا تمثلونا امام العالم في الطليان. الاوروغوايين يشوفوا اعلام تاع بلادهم، هاك يشوفوا الجزائر ما عندهاش اعلام. افريقيا يعيطونا افريقيا، نزلتوا اكدتوا لهم بلي افريقيا تاع الصح، ما عندهمش دراهم، ما عندهم والو. اللي كاين ولا ما يعرفوش الجزائر، ما عندناش فقراء. هذاك التشليق واش عندنا؟ هذاك ما عالميا الناس قاعد تشوف كاميرات كذا. اسمعش الصوت تاع المغرب اللي زيروه لنا، اقسم بالله على المغرب عندهم الحق. اقسم بالله والله عندهم الحق. ليك اوروبا مطلوق عليك. والله العظيم التبهديله. شنو نلعبوا في اوروبا؟ ليك ديما تيشوهوا بافريقيا، تيشوهوا براسهم. الطاليان شافونا بيوضه، عم بالهم قور، جابوا لنا 4 لي زاجو. ليك يا والله حنا ما خاصنا مطرب. والله سلاو والله تاع مطرب. انا نتصوت في سجوي ولا كي ندخل في الجيري مليحه. شوف والله غير مليحه. فهمتوا على الاسطى تاع مصيرين وانت عرفت على ليك مليحه والله. تحيه الشرطه الجزائريه كي راح تصوت بالمدرك في الدخله والخارجه عندها الموبايل والله لا عندها صح. الشرطه الجزائريه كي راح تصوت بالمدرك عندها صح. يهضروا لك على الجمهور قال لك الجمهور ماشي اما ربي يدخل للسطاد. او الشنوا كان تما يا اخي، او الشنوا كان تما فاتحين 2 ابواب تاع الملاعب. جابوا عقليه تاع الجزائر في اوروبا، جابوا يفتحوا لك 2 ابواب اللي عايشين كاع في اوروبا وعلى بالهم جامي الملعب كي يفتحوا كاع الابواب يسهلوا الدخول. جابوا العقليه تاع الجزائر 2 ابواب، باركينغ كان سيارات وتدخل وتجي 6 تاع الصباح وتقعد تسد، فتحوا عليهم 2 ابواب. قال لك شنو تعذبنا باش دخلنا كارثه باش دخلنا للسطاد في اوروبا. جاو طبقوا القانون تاع الجزائر في اوروبا. شوفوا هذا هنايا تيدير كوتيزو تسحب وراه، هو اللي غادي يمارك البيت. البيبان كاع مفتوحين. واش شفتوا شنو وقع في هذا الماتش ما بين الجزائر والاوروغواي؟ راكم شفتوا هذا المقطع الفيديو؟ داكشي شو داكشي حشومه، هذاكشي كاع اللي دار. جمهور كيهبط للتيران بالمئات، الفوضى، والعالم كامل تيهضر، على هذا الماتش هذا، على هذا. واليوم غادي نحللوا هذا الشيء بكل صراحه بحال دائما وبلا مجامله. وهذا غير مباراه وديه، ماشي شي مباراه اللي هذه مباراه وديه. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني الكرام. كما ديما كنجيب لكم معلومات من مصادر جد موثوقه وصريحه، وكنحلل معكم الاحداث ديال الكره بكل عقلانيه وبكل احترافيه. كما دائما ما تنجيب لكمش الهضره ديال
لغه الخشب ولا ديال الشارع ولا ديال الهضره اللي تتقال اللي ما عندها معنى. دونك خوتي خواتاتي، الله يجازيكم بخير والله يحفظكم ويخليكم وينجيكم من اي حاجه، ديما يخليكم ديما منورين. كنطلب منكم باش ديروا اللايك وباش ديروا الاشتراك في القناه ديالنا اللي هي اونترونو باش يوصلكم دائما الجديد، وتتبعوا معايا هذا الفيديو حتى النهايه باش تعرفوا كل صغيره وكبيره. هذا فضلا وليس امرا. تنشكركم شكرا جزيلا وشكرا جزيلا. اليوم الموضوع ديالنا خطير بزاف وماشي غير ماتش عادي، ماتش ودي، ولكن صورة بلد وصورة ديال جمهور قدام العالم كامل، كل شي تيشوف. اللي وقع في هذا الماتش الودي ما بين الجزائر والأوروغواي في إيطاليا اللي تلعبت في مدينة تورينو ماشي حاجة عادية. من بعد النهاية ديال المباراة شفنا جمهور جزائري بالمئات كيهبط للتيران بشكل عشوائي. الفوضى، غياب التنظيم، واحد المشهد اللي صراحة ما كيشرفش الكرة الإفريقية نهائيا. هو ماشي ما التنظيم، ماشي هو هذاك التنظيم في المستوى. الناس ديال اوروبا وهذا عندهم التنظيم ديال المستوى، شركات كبار غير هما تيتحاب لهم تيقولوا بان راه هاد الناس راه عندهم العقل، تيتحاب لهم راه الناس بعقلهم. ساعه هما جاو مع جابوا اللي جا عندهم تما، جاو الاوباش، جاو الهيوش اللي جاو عندهم. دونك ما كانوش يتصوروا بان هاد الشيء غادي يوقع. خاصنا نعرفوا بان الكره ماشي غير 90 دقيقه، ماشي غير ماتش تتلعب في 90 دقيقه وصافي. الكره راها صوره ديال البلد كامل. دابا ولات تتلعب الكره راه تتمثل البلد كامل وتتمثل نيت قاره بكاملها. وزيد على هذا الشيء كامل وقع حتى واحد الموقف اخر اللي هو غريب وغريب بزاف اللي شفتوه واللي خلى بزاف ديال الناس يتصدموا. في الناشد الوطني ديال الجزائري شفنا واحد المفارقه غريبه وغريبه بزاف. عمرو انا ما شفتها بعدا، لكن اصلا عمرو ما وقعت كاع حتى شي مباراه. العالم ديال الجزائر كان صغير بزاف، عمرو ولا كان هذا الموقف في شي ماتش نهائيا. هادشي تيوقع لاول مره. وفي نفس الوقت العالم ديال الاوروغواي كان كبير وواضح بشكل كبير، راكم شفتوه. هاد المشهد خلى بزاف ديال التساؤلات كتطرح. واش هاد الشيء غير صدفه، مجرد صدفه وقعت، ولا كاين شي خلل في التنظيم؟ صدفه، انا تنقول من الراي ديالي ماشي صدفه، هذه بزاف على الصدفه. هنا كاين خلل، حيت حتى في التفاصيل الصغيره كتكون عندها قيمه كبيره. اي حاجه تتكون صغيره راه الانسان ما تيقولش غير هذه صغيره معليش، لا، اي حاجه ولو صغيره تتكون عندها واحد القيمه كبيره ملي كتمثل بلاد بالكامل ديالو. ملي الجمهور كيهبط للتيران بالمئات بهذه الطريقه راه كاين مشكل كبير في العقليه، مشكل في العقليه، حيت الجمهور الحقيقي هو اللي كيعرف يشجع، يحترم القوانين وديال البلد الاخر اللي هو مشى ضيف عنده، ويحافظ على صوره ديال بلادو. انت مشيتي عنده واحد الانسان تلعب عنده بحال راك جيتي عندي للدار ولا جيت عندك للدار، ولا خصني نحترم القوانين ديالك، بغيتي ولا كرهتي، عندك الروينه في الدار ولا ما عندكش ولا عندك، خصني نحترم القوانين. دونك هاد الناس ما احترموش القوانين وحشومه وعار عليهم. العقليه راه هي الفريق، ماشي غير حماس. حنا شفنا في مباريات كبيره في ملاعب عالميه
عمرنا ما شفنا هذا النوع ديال هذا الفوضى بحال هذا الشكل. كنهضر على مباراه وديه بطبيعه الحال، حيت تتبقى غير مباراه وديه، ساليتي لعبتي تتجرب اللعابه سيتو، ماشي شي نهائي ولا نقول، ولا تكون نهائي ما خصش يكون هاد الفوضى هذه، حيت كاين تنظيم، كاين احترام، وكاين وعي كبير. خوتي خواتاتي، باش نفكركم عاوتاني باش ديروا اللايك، هذا فضلا وليس امرا، والاشتراك في القناه، جزاكم الله خير. اللي خصنا نفهموه هو ان هاد التصرفات كتخلي العالم كامل يهضر، اي سورتو دابا مقبلين على كاس العالم من دابا شهرين ونص، وكيعطي صوره سلبيه على الجمهور وعلى البلاد كامله وتاع القاره، وهذا الشيء ماشي في صالح حتى شي واحد. سمعه البلاد كتبنيها سنوات، بحال ملي تتبني شي عماره ولا شي دار تدير الساس، تتبنيها منذ سنوات وكتطيح في ثواني، في رمشة عين. شحال هما تيبنيو تيجيو تيطيحوها في رمشة عين. عندي رساله نوجهها، خاصنا نكونوا واضحين. التشجيع ماشي فوضى، التشجيع ماشي اقتحام، التشجيع هو وعي، هو ثقافة، هو احترام. وحنا كمغاربة خاصنا نبقاو دائما في هذا المستوى ديال الوعي، حيت العالم كامل دابا كيشوف والعين كلها علينا، راكم هذه عارفينها. دابا العالم كله العين ديالو علينا حنا. الله يبعد علينا عين الحساد وعين عباد الله، خصوصا مع التظاهرات الكبيره اللي جايه. خوتي خواتاتي، الله يجازيكم بخير والله يحفظكم وينوركم. ما تنساوش ديروا اللايك وديروا الاشتراك في القناه، هذا فضلا وليس امرا. تنشكركم شكرا جزيلا. واللي باغي يحترموه العالم خاصو يحترم راسو بعدا قبل من اي حاجه. بزاف ديال الناس كيشوفوا هذا الشيء عادي، تيجيهم عادي، ولكن لا، راه كيبين واحد المشكل في التأطير، في التربيه الرياضيه، في الثقافه، في الثقافه ديال التشجيع. وخاصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه بزاف، بان الكره اليوم ولات صناعه، ولات صوره، ولات مسؤوليه، ومسؤوليه ديال الجميع، وماشي اي تصرف خاصو يدوز بلا محاسبه. وفي هذه الحاله هذه انا تنقول غالبا لا فيفا ما غاديش تسد غالبا غادي تطيح عليهم. دونك دابا السؤال ليك المشاهد الكريم، جاوبوني في التعليقات ديالكم وباش نشاركوها جميع ما بيناتنا وبكل احترام. واش هاد الشيء اللي وقع في هاد الماتش ما بين الجزائر والاكوادور الاوروغواي كتشوفوا بانه عادي، ولا خاصو يكون وعي اكبر وتنظيم اكبر في الملاعب؟ نتمنى ان شاء الله يكونوا التعليقات ديالكم ونشاركوهم ما بيناتنا جميع. وصلنا للنهايه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. ما تنساوش تبركوا على الزر ديال الجرس، الاشتراك في القناه ديالنا اللي هي اونترونو باش دائما يوصلكم جديد. ديروا لي لايك، التعليقات ديالكم مهمه بزاف. تبارك الله عليكم، الى اللقاء وليله سعيده.